السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شد الوش او ان الوش يكون شكله مفرود ومرفوع لفوق من غير ما يكون عندي دلدلة في الجنبين دول اللي بيضايقوا ستات ورجالة كتير من بعد سن ال40. طبعا لو انا من اول سن ال25 بستخدم كريمات التجاعيد ده هيتأخر شوية، مش عمره ما هيحصل بس هيتأخر شوية. لو انا ما بتخنش واخس كتير قوي ده برضه هيتأخر شوية. طيب نعمل ايه بقى لو الوش بدأ يدلدل بس دلدلة بسيطة وخفيفة من الجناب هنا؟ عن طريق حقن الفيلرز بطرق رفع الوش الجديدة هنقدر ان احنا نحقن الوش ونرفعه لفوق وفي نفس الوقت الوش مش هيتخن. الناس دايما متخيلة ان انا لما اعمل فيلر للوش معناها معناها بتخنه او بعرضه شوية زيادة. لا، التكنيكس الجديدة بتاعت الحقن بتاعت الوش لرفعه بالفيلرز تكنيكس بسيطة جدا بنعملها من عند الجناب وعند العظمة هنا في الوش وعند الفك كمان، بتجيب نتائج حلوة قوي. انها بترفع لي الوش، بتحسن الكونتور بتاع الوش وبتخبي الدلدلة اللي مضايقاني تماما. يمكن ميزة الفيلر ان هو دلوقتي معظم الانواع اللي موجودة اللي بنستخدمها حاجات طبيعية بتغذي الوش، مش مجرد انها بترفع، لا كمان بتغذي الوش. لو اتحقن بتكنيك معين بيجيب نتائج جميلة جدا وبيدي كمان للبشرة لون وردي وبيغذي البشرة. طيب ايه تاني ممكن يساعدني في رفعة الوش؟ ممكن جهاز الهايفو، ممكن جهاز الفراكشنال ليزر، بس مش من جلسة واحدة ولا جلستين. يمكن الفيلر على جلستين او 3 في خلال شهر بيكون اسرع نتيجة، لكن الهايفو ميزته او الفراكشنال ليزر انه على عدة جلسات مع الفيلر لو عملنا الكومبينيشن ده هندي نتيجة مدتها تعيش سنين وفترة اطول، لان الفيلر لوحده بيعيش سنة واحدة بس. نيجي للخيوط. الخيوط يا جماعة ما بتجيبش نتائج لو هافي فيس، يعني لو وش تخين او تقيل ارجوكم بلاش الخيوط. الخيوط بتجيب نتائج لطيفة جدا لو الوش الجلد رفيع خالص والدلدلة بسيطة، ساعتها برفع الوش بالخيوط. بس برضو نبقى عارفين ان الخيوط مدتها ما تزيدش عن 8 شهور لسنة بالكتير. احسن حاجة الطبيب لما هيختار لك ان هو على حسب نوع جلدك هيعمل كومبينيشن، يمكن ما بين الفيلر وما بين الخيوط، يمكن يحب يعمل كومبينيشن ما بين كل الحاجات اللي انا قلتها مرة واحدة. بس برضو لازم نعرف ان استخدام الكريمات في سن بدري جدا ده هيأجل حدوث التجاعيد وهيأجل حدوث التهدل او الرهرطة اللي احنا هنحتاج لها لرفع الوش. شكرا ليكم. دكتورة طاهرة الهيطة، سكين دكتورز.